هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 2 أكتوبر. كما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم وضمن برنامج فنجان جبنة لهذا الأسبوع يستضيف الزميل أحمد شريف، ومن مدينة كرن الأستاذ عبد القادر عثمان جعفر، ويتناول معه فنجان جبنة حول مدينة كرن وعاداتها وتقاليدها. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، استهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. اكتشاف مناطق تعدين غنية في غرب إريتريا. الجيش السوداني يتلف 300,000 قطعة سلاح غير شرعي. العاصمة الفرنسية تشهد إطلاق كتاب إريتريا والشرعية السياسية. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، كانت تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أفادت الأنباء الواردة من الداخل بأن شركة ألفا إكسبلوريشن، والتي كانت قد قامت بعمليات تنقيب واستكشاف في منطقة كركشة في الجنوب الغربي لإريتريا، قد عثرت على مناطق غنية بالمعادن خاصة الذهب. وكانت الشركة الأسترالية قد بدأت عمليات التنقيب في منطقة كركشة، والتي تبعد 55 كيلومترا جنوب غرب منطقة بيش الغنية بالذهب. وكانت الشركة الأسترالية قد بدأت في عام 2018 عمليات التنقيب في منطقة كركشة، والتي تبعد 55 كيلومترا جنوب غرب منطقة بيش الغنية بالذهب. وقالت الشركة الأسترالية من جانبها بأنها سوف تبدأ في إجراءات وضع اللمسات الأخيرة لتوقيع اتفاق للتعدين في المنطقة الجديدة. وأفاد سكان محليون بأن السلطات الإريترية قد طردت العشرات من المنقبين المحليين عن الذهب في المنطقة ابتداء من عام 2018. أتلف الجيش السوداني يوم الثلاثاء الماضي 300,000 قطعة سلاح في إطار حملة لمصادرة الأسلحة غير الشرعية في البلاد بعد حرب أهلية استمرت عقودا. وقال عضو مجلس السيادة السوداني إبراهيم جابر إبراهيم أن بلدنا عانى ما فيه الكفاية، وذلك خلال إشرافه على الإتلاف في قاعدة حجر العسل، والتي تبعد نحو 200 كيلومتر شمال العاصمة الخرطوم. وتحدث جابر عن خطة تتضمن بعض الإجراءات الصارمة جدا التي تمنع حيازة الأسلحة، وأضاف: سيكون السلاح فقط في أيدي القوى النظامية. وشهد السودان حروبا أهلية متقطعة منذ عام 1956، بينها حرب من عام 1983 حتى 2005 أدت إلى انفصال جنوب البلاد، كما اندلع في عام 2013 في دارفور في غرب البلاد نزاع يستمر حتى الآن. وأحصت منظمة مسح الأسلحة الخفيفة في جنيف حوالي 2,500,000 قطعة سلاح غير شرعي في السودان في عام 2016. وخاضت قوات الرئيس السابق عمر البشير معارك في دارفور في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وأعلن الجيش السوداني أن الأسلحة التي أتلفت سلمت طوعا في الأعوام الثلاثة الماضية. وقال اللواء الركن عبد الهادي عبد الله مقرر ومنسق اللجنة العليا لجمع السلاح: الآن لم يعد الأمر طوعيا، مؤكد أن تسليم الأسلحة بات إلزاميا. ينظم التجمع الإريتري في فرنسا يوم السبت 3 من الشهر الجاري حفل إطلاق كتاب فتح عثمان الأخير، والذي صدر في يناير الماضي تحت عنوان إريتريا والشرعية السياسية، التطور والتاريخ 1891-1952، مقال في التفسير السياسي، وذلك في مطعم الركن الأفريقي بضاحية سان دوني بباريس. وصدر الكتاب عن دار رفيقي للطباعة والنشر، وهي دار نشر جنوب سودانية تنطلق من القاهرة. وكان الكتاب الذي كان من ضمن أكثر الكتب مبيعا في معرض القاهرة الدولي في يناير الماضي قد توقف توزيعه دوليا بسبب جائحة كورونا.
ويتناول الكتاب الذي يقع في 285 صفحة من الحجم المتوسط مسألة تطور الشرعية السياسية في إريتريا منذ عهد الاستعمار الإيطالي وحتى التسوية الفيدرالية، ويعتبر هذا الكتاب الثاني بعد كتاب إريتريا من حلم التحرير إلى كابوس الدكتاتورية، والذي صدر في عام 2014 عن مركز الدراسات الأوروبية في باريس. بهذا الخبر من باريس مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. اكتشاف مناطق تعدين غنية في غرب إريتريا. الجيش السوداني يتلف 300 ألف قطعة سلاح غير شرعي. والعاصمة الفرنسية تشهد إطلاق كتاب إريتريا والشرعية السياسية. استمعتم فيما مضى مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. هذه إذاعة إرينا. حبايبنا ومستمعينا الكرام، بنسلم عليكم في حلقة جديدة من والله خلينا نقول في جلسة جديدة من فنجان جبنة اللي بيجيكم كل أسبوعين هذا البرنامج من إرينا الدولية. ونحن اليوم حنشرب فنجان جبنة في مدينة كرن. ولما نقول كرن يا جماعة يعني كرن الحبيبة، أهلا بيقولوا عليها بالكاف كريمة وبالراء رحيمة وبالنون نعيمة، لكن زي ما بيقول إنه طالما ناس كرم موجودين وجبانهم وفناجينهم، أنا ما حتكلم، حخلي الجلسة اللي عزمنا فيها اليوم أخونا الأستاذ عبد القادر عثمان جعفر من مدينة كرن وشبابه وأساتذته. أخونا عبد القادر، تسمح لنا نشرب معاك فنجان جبن اليوم؟ هذه إذاعة إرينا. يا هلا وسهلا، تفضل قدم بلو. مرحبا بكم. قدم ركب، قدم سنركب إن شاء الله. قدم بلو حولت بها الملت بها الرد شنو؟ سنيت ركب مش كده؟ سنيت ركبه. سنيت ركبه. رحاب ركبه وسنيت ركبه. شكرا لك عبد القادر. كده حكاية كرن بكاف كريمة بالكاف كريمة وبالراء رحيمة وبالنون نعيمة، كنها ولا عندها تفسير ثاني أستاذنا عبد القادر؟ شكرا أستاذ أحمد للمقابلة دي، وأشكرك يعني عشان ندردش مع بعض، والعلم القليل اللي عندي من كرن عنه طفولتي عشان نتونس مع بعض. يعني أشكرك عشان اديتني الهناية ده أولا. الله يخليك. وبعدين إذا جينا في كرن، يعني كرن طبعا محبوبة هي وجميلة هي، وكرن موجود فيها كل شيء، وهي وسط يعني أريتريا، هي حمبرات يعني كل اتجاه منا يمشي، هتمشي نعم. بركة لمرتفعات، ما في حد لازم تعدي بكرن، زي ما يقول تعمل ضرائب بتاعتك في كرن وتمشي. فزي ما قلت يعني نعم، هي فيها الثلاثة الحروف ده، وزي ما ذكرت يقال فيها لأنه نعم كريمة هي، لأن ضيوف يجوها من كل مكان. نعم. تكرمهم يعني. ورحيمة هي يعني ترحم للناس اللي حواليها اللي موجود، كل من يخشها يعني يشعر بأخوة وبمحبة وبتماسك، مختلف طوائف وقبائله، ولما يخش في كرن ينسى كل شيء، يكون رحيم لبعضه. نعم. فيوجد فيها ده على حسب طفولتنا وحياتنا اللي عشناها يعني. فنعم. وبالنون نعيمة. وبالنون نعيمة. والله نعم. شوف يا أخونا عبد القادر، النعمة نعم. فيها بارك الله فيك، النعم كله فيها. صحيح. كرم فيها جرادي، كرم فيها يعني النعم بتاعته كان يمشي خصوصا المرتفعات دي، يعني كان يقول يعني أرانش كرن
أو زيتون كرن كيف؟ أو يعني أي حاجة. يعني كان ناس بتشحن الباسات، كان يعني نتذكر إحنا صغار يعني الواحد لما يسافر لأسمر أو أي حاجة هدايا بتاعته كله خضروات، هو يعني ما خضروات. تدرين من إلا الفواكه والخضروات، والله نحن كان عندنا البامية عمنا، والإيش. اي والله كان عندنا عمنا بيجينا من كرن، عمنا حسين سعد الدين، على سعد الدين اللي بقولهم تأمرهم جنبي، أيوة نعم. الشيخ سعد الدين. الشيخ والله سعد لما الدين يجينا رحمه ابو الله. رداد ويجينا شايل قفتين، عارف والقفتين Yeah. يعني لا كيس لا بتاع، قفتين شفت مخيطات كده بالضبط. فيها كميه من الجوافه والزيتون بتاعت كرن، وفيها كميه من المندرين وكميه من الليمون والبرتقال. نعم. يعني نحن كنا نحتفل والله احتفال فعلا كرن. حبيبنا عبد القادر، نحن هسي جبنتنا دي والله شوف، يعني زياره واحده ما حتكفينا لجبنه كرم. احنا لازم نجيكم، لانه يوم حنقعد معاك في بيتك ويوم في بلاسوريفا يعني. أي نعم. لانه ندخل كرن وما نقعد في بلاسوريفا يعني ما كده. بلاسوريفا ده حكايته شنو عبد القادر مما وصلك يعني؟ والله هي أصله هي مبنى إيطالي هو يعني، وريبة يعني مبنى إيطالي. هو كان أفتكر من 4 ولا 5 طوابق هو يعني. أيوة، في قلب المدينة. في قلب المدينة. معلم ما في شك والله. أيوة في قلب المدينة. وبعدين كان عنده في التحت في اللوبي بتاعته أو في الأرض بتاعته كان في بنكي. أيوة. بنك بتاع كرن كان فيه، وفوق كان فندق يعني. وبعدين كان عنده حاجة جميلة، لأنه كان عنده سطح، كان عنده سلم كده دورانية كده لحد فوق ياخذك. تطلع فوق. تطلع فوق، ولما تقعد فوق يعني خصوصا الفترة العصرية كده يعني بتتفرج كرن من فوق يعني. يا سلام. بجبالها. وعشان كده خلد إدريس محمد علي لما قال ساقنا كرن في بلاسوريبا. أي نعم يعني جميلة. أيوة يعني الريبة هو إيطالي. الريبة هو إيطالي هو يعني. مرة ولا راجل؟ راجل. أيوة مش كده؟ أيوة. انتوا لحقتوا به في زمانكم عبد القادر؟ لا نحن ما لحقنا فيه. نحن من القوم اللي لحقنا في، نشأنا في دخول. وكان في قصص غراميات كمان مش كده في قصص. ايوه الاخوان الكبار عندهم قصص فيه كثير يعني، قصص كثير عندهم فيه. لكن نحن الاخر السنه الاخيره من ايام منقسط السنتين الاخيره هي. أيوة. طبعا كانت في الحروب طبعا الواحد، لكن كشباب طبعا كده مرات نمشي فوق نزوق كده يعني. جميل. كده. عبد القادر، انت طلعت من كرم 200 اخر هنا، ونحن نشرب القهوه، ونحن نتمنى ناس الرينا يكون جهزوا لنا كمان البخور وجهزوا لنا الفناجين الزياده اذا جونا ناس ثانيين يعني. فاخر رشفه لك قبل القعده دي يعني في كرن، يعني اخر جلسه لك كانت 200. انا اخر جلسه لي كانت في كرن سنه 83. 83. ايوه يعني ايام الشباب وايام المراهقه يعني. ايوه. بعدين بالله ما رجعت بعد 91 ما رجعت كرن؟ رجعت مرتين مشيت كرن انا. زياره. ايوه زياره. ايوه مرتين مشيت زياره كرن بعد التحرير يعني. كان سنه كم وكم؟ اول زياره كانت سنه 94، والزياره الثانيه كانت سنه 2001. كويس. طيب انت عارف يا عبد القادر، يعني جبنة كرن مختلفة من انا في تقديري من جبال المناطق الثانية. صحيح قد تكون نفس الطقوس وكذا كده. هسي لو دايرين انك تحدث المستمع المكونات بتاعت الجلسة كيف يعني انا لما اقول الكلام ده يعني في كرن يعني في الحصير والسعف والفعلو ذاته شفت كيف؟ والقفف بألوان، والهبابات بتاعت كرن ما زي هبابات مناطق ثانيه والله حقيقة يعني. والجلسات وكده بالله هسي كده خدتنا في المشهد العام بتاعت جلسة القهوة تكون في كرن كيف في البيوت يعني. والله تأول لا شيدلي يعني كله فت يعني. ايوه شيدلي ما حبرتها.
شيدلي شما قل لي وشيدلي أولياء الإحدارات قال عليه في الدعاء مش كده؟ أيوة يعني فحتى اللي بلا ما الفاتحة لنا هذول اللي بلا 7 باي يعني النبي الإحدار نبي وأولياء اللي بلو كان طريقة عندهم طبعا قبل ما تتكبى أول لما أيوة في الجبنة البداية ذاته في البداية لما الجبن لازم نبداها بالدعاء صح؟ أيوة الجبنة لما خلاص تكون هنا تتجهز وهي طبعا زي ما ذكرت أول نشكر أهل بركة يعني يجينا منهم الزعف ده يعني أيوة. بعدين احنا عشان صناعات زي ما قلنا نتطور فيه يعني لكن والله اللي فعله في الاشغال اليدويه بتاعت كرن ايوه يعني حاجه. انت عارف كرن تضاهيها شنو؟ مدينه بارنتو. ايوه صح والله انا عشان عشت في بارنتو برضه فتره يعني ال الابداع الموجود عند قوميه الكنامه في القفف وفي الزنابيل وفي البواريب شفت كيف؟ ايوه حتى المصلايات بعدين درجه يعني يكاد يكون منسوج كانه مكنه. برضه المهاره دي موجوده برضه في كرن. في كرن مهارات كثيرة يعني خصوصا قلت المسلايات والهناية ده يعني في كرن كثرة الجمال كان فيه وحتى كانوا يسموه مسلايات يعني أسمرة بالليل يعني فهمتني؟ يا سلام. يعني كثرة ما بالوان الجميله دي وهنا كان يسموها في مسلايات للعرس وهنا يعملوها يسموها اسمره بالليل يعني كانت ايام كان عاملين لها هنا يعني فزي ما قلنا ده يجي لكن زي ما قلت لانه كرن اللي كانت كويسه فيها هي زي المصنع فيها ناس يعني افكار عندهم يعني يعملوا الشيء يعني هسه زي ما ذكرت اصل الجبنه هي لما اصله في السنع وبعدين بالمناسبه الكلات لجبنت للبول انا كرم مره قربت كلاتنا كلات بيلكا كلات لبول العجينه الجبنه العجينه ذات الطينه عجينه الطينه كلات لبول يعني ايوه بلغه التقري فجميله هي وبعدين متخصصين فيها اعتقد كانت متخصصه فيها كرن صح؟ ايوه متخصصين حتى في كرن منطقه كانت متخصصه فيها وهي منطقه قزباندا يعني مقارح وقزباندا كانوا متخصصين ولا جماعات لشقول على ميتهم يعني ترين ولا جاي من السودان؟ لا هي المصانع كانت هناك يعني يعني مش زي المصانع يعني كانوا حوالي 5 ولا 6 عائلة كده كانوا يعني خبيرين كانوا فيها يعني مرة اللعلو يعني حتى كانوا يشغلوا معاهم الشباب في مقارح باتجاه قزباندا وهنا يعمل إجازات وهنا يعني الناس تعمل ترينين هناك يدوك العجينة دي وتعمل يعني نعم. وبعدين من هذه المنطلقة ده حسن أنت لما تشوف لما طوروا هم كانوا يعملوا فيها رسوم وجمال وحتى عشان بعدين لما وصلوا عشان يعرفوا ان هذه الجبنه دي اسمها هي كرنين هي كان يكتب فيها كرن ايوه والله اتذكر انتنا ايوه ومش ينحتوها نحت كمان ايوه كان يكتبوا فيها كرن يعني ما معنى شوف انت يعني ميدين كرن يعني ميدين كرن يس ايوه يعني كانوا يعملوا فيها اشاره يعني وكانت تتصدر لحماسين يعني اتذكر نعم كانت ومن كان حماسين كمان بعدين برضو ونحن بنشرب القهوة حبيبنا وعزيزنا المستمع عزيزتنا المستمعة لفنجان جبنة في حلقة وجلسة من إذاعتكم إذاعة إرينا. نحن معانا نحن في ضيافة أخونا عبد القادر عثمان جعفر من ناس مدينة كرن. بعدين برضو يا عبد القادر ناس كرن عندهم طرف وملوحة يعني بالمناسبة كرن بويز لما تقول كرن سعدة يعني أيوة. ناس كرن ينتموا لكرن ما ينتموا للقبيلة ما ينتموا فما دايرين نخش فيها التفاصيل لكن سر الانتماء لكرن يعني انت الان لما تقول انا من كرن وتكرن انا والله ما اظن وتكرن يفوت لك يقول لك ميته قبيلتك وميتو حتى العقيده ما بيسالك منها كذا قول لنا حاجه في الحته دي استاذ عبد القادر. الاول الكلمه دي يعني
يعني بالمناسبة يعني تولدنا وكبرنا، يعني حتى الناس لما هاجرت وطلعت من أريتريا عرفت حاجات اسمها القبائل أو أنت مين ومن فين وهنا. في كرن أنا يعني ما بتذكر يوم قلت أنت مين إلا غير وتكرن. خلي أنت في وتكرن. كرن، حتى أنت لما تشوف في مناطق، تمشي في أسمرة، تمشي في أي مكان، إذا واحد سأل وقال جاء سأل وقال يا أخي أنا من كرن، أنا يقول طوالي يودوه في أي منطقة لأنه فيها وتكرن موجود يعني. ايوه وده كمان ما يسأله، يقول له سعديت أنت وتكرن أنت يعني سعديت. كده. ايوه ايوه أيوة. والله. سعديت وتكرن أنت، أيوة خلاص انتهت القصة، كأنه أخوه حاله وحاله ودهم كمان. حاله كرم سعديت. أيوة بويز سعديت حاله أيوة كده يعني. عندهم كلمات جميلة كده جميله يعني جميله. يعرفوها بعد في كرن يعني، فهمتني يعني. فكرن يعني من ضمن النقاط بتاعت كرن دي، عشان يعني معلش الناس كده. أطردات ما يزعلوا فينا لا يعني. لا ابشر يا اخي في ركب. هنا في كسلة، في كرن بويس ايوه بيت في هنا طبعا في كسلة. فهي جد. قصتها لأنه واحد من أولاد كرن هو جاء ولقى أصدقائه كده، تعرف معهم من أولاد هم 3 كده وسكن معهم. طبعا سكنوه في هناك ويجوا زملان ويعني ونس في البيت وأحلوته بتاع هناك. فخلاص هو قال يا أخي ليش ما كيف يتعرف؟ قال ففي البيت معروفة يا كرم بويس في كسلم. واحد هو دخل فيها كرم بويس طبعا، وقال البيت مع انه هو كان ساكن معاهم وضيفوه، لكن البيت اتعرفت اخيرا في في كرم كرم بويز. بويز. ايوه. ايوه يعني الناس بقت كرم بويز تخش هنا. فهم طبعا يعني لذيذين هم يعني. لا بالمناسبه والله يعني حق يقال، ناس كرن ناس مدنيين على فكره. مدنيين لما اقول بالمناسبه انسان كرن يتاقلم مع المدنيه بسرعه. بالضبط. انسان كرن يعني انا اتذكر ونحن في شباب في مدينه كسله. ايه يعني بالمناسبه حتى العمريه دي بتنتفي بين ناس مدينه كرن. يعني ممكن راجل كبير وزول صغير كده وانت يعني تلقى 3 اجيال قاعدين في حته واحده اذا هم من ناس كرن على فكره. اي يعني نعم. نحن كنا بنخش السينما. والله الكلام ده انا اقوله، ما حقول اسماء الناس اللي كانوا يخشوا معانا السينما. إيه. والله العظيم ناس في عمر الوالد كانوا يخشوا معانا السينما بالضبط. من ناس كرنهم عارف. يستحيل كان يخش معانا السينما من زول هنا ويناقشونا ويونسوا معانا. انت شفت لممثل ريكاو يا اخي ايه الخاين مو ده ريكاو. انا ايه بعدين بعد فتره كنت اقول يعني ناس كرن متمدنين، لا ناس هم كرن عندهم المدنيه ويتاقلموا. تفتكر عشان قريبه هي من اسمره ولا هي برضو كانت ما هي ام العواصم يعني، كانت في يوم من الايام عاصمه لعدد من المدن يعني. هي مش انه قريبه. بالمناسبه انا حتى أنا عشت في اسمره، اوكي يعني. المدنية ليس أنه أنا شخصيا ما بشوفها بالمعمار وبتاعه هنا، فهمتني؟ المدنية هي أنه الإنسان عايش مع بعض وحي فيه موجود، كل لما يشتغل لمصلحة الحي، مش الحي الفردي، مصلحة الحي، فهمتني؟ ايوه ايوه يعني أنت لما تشتغل لمصلحة الحي والحي ده كلكم مختلفين انتم في النادي. اذا في قالوا يا اخي في زواج في الحي مثلا كويس، يعني الحي ده كله يقوم. يعني الزواج انت ما بتعرف فيه، فهمتني؟ اذا في يعني حصل حاجه الحي ده كله يقوم. هذا النوع المدنيه دي هي علاقات التماسك والهناهي، وده علاقات التماسك ده بيوريك شنو، لانه يجي من الحضاره. وبعدين كان اللي جميله فيها ايش هي؟ القبائل الاريتريه كله موجود فيها صح. داخلها. فخلق نوع من ايش؟ هي تختلف عن كل المدن الاريتريه. نعم نعم. تختلف لانه المدن الاريتريه على الاقل يعني متمسكه بشيء من الهنايه بتاعتها موجود فيها. لكن بتبقى قبيله معينه مثلا، قبيله معينه تكون هي الغالبيه في عدد من المدن يعني. بالضبط. لكن في كرن انا معاك، في كرن حتى تنتفي العقيده ذاته، المعتقدات ذاته. بالضبط. تلقى في بيت واحد في مسلم ومسيحي. بالضبط. ما ده حسه والمسيحي يخط البرش والمصلاي والابريق.
في للمسلم. في بيوت موجودة صح، والمسلم كمان يشيلوا ويوديه مريم دعاري، صح؟ بالضبط. لأن حتى نشوف أنت حسا مريم دعاري إذا ذكرتها، مريم دعاري الموسم بتاعتها دي يعني الناس ما بتقول لها لأنه بتاع مسيحيين هي. أيوه. أنت يعني في مريم دعاري الموسم بتاعتها يعني الكل شباب وبنات وهنا يعني كأنه يوم العيد هو، مش أيوه. منطلق أنه لا دي مكان مسيحية يا ولا دي كان مكان. فيها محل جبنة هناك عبد القادر؟ والله مريم دعاري دلوقتي أنا لو ما يكون لأنه مريم دعاري شوية بعد ما الحروب شدة مريم دعاري بقى شوية هنا، فهمتني؟ لأنه صحيح لأنه هي طرف شوية كمان، طرف هي عشان كده. وبعدين طبعا الشباب كله مشت الثورة والهناي، فنحن الجيل والله مدينة كرن نموذج للتسامح الديني والتسامح القبلي والتعايش، الريف مع المدينة مع اللغات عليك الله هسي كده مثل جبلت ننسى عبد القادر، اللغات اللي كانت موجودة في مدينة كرن كده تحدث لنا عنها. شوف يعني هي مدينة كرن كان فيها كل اللغات، أول لغة البلين. حتى أنت شوف أنت في كرن احنا كبرنا، أنا يعني ممكن كنت بتكلم يعني 65% بلين يعني، لأنه جزء من المعيشة حقك هي صديقك وهنا بيتهم تخش حبوبته أمه كلمة كلمتين كورقما جابر البلوك ورقما فهمتني؟ أيوه. يعني لأنه أمك هي تخش البيت أنت طالع وداخل، فهمتني؟ فهي لازم تتكلم معك باللغة وتأخذ منها بنفس اللغة. التقرينية بنتكلم، التقرى بنتكلم، فهمتني؟ العربي الساهو بنتكلم بالله، والعربي الساهو بنتكلم، لأنه يعني بيوتنا يعني شيوخنا كانوا ساهو، كانوا يقرؤون قرآن، نخش في البيت نسوانه، فهمتني؟ بتتكلم معنا كلمتين فكنا بنلقط كلمات يعني، فهمتني؟ والطلياني والإيطالي كمان، والإيطالي خصوصا الكبار يعني. والإنجليزي بالمناسبة كرن أول أيوة. مدينة بعد أسمرة فتحت فيها ثانوية. ايوه لا كرن حتى في التعليم حتى ذكرت انت يعني ممكن يعني لو ما اكون انا غلطان اوكي يعني ممكن 35% مدرسين اريتريا هم من كرن. نعم. ايوه يعني لو تلاحظ العناية كيف يعني نحن نذكر هنا ناس، الاستاذ نبراي مثلا كذا اذكر لنا من الاسر ونحن نشرب القهوه مع الاسر اللي كان عنده دور كبير في التعليم ذاته، من الاساتذه المعروفين. والله كان عندنا نذكر مثلا حتى الاستاذ عبد الرحيم محمود. ايوه نمشي الكبار استاذ محمد نور فايد نبراي. ايوه الكبار اخوانه والكبار نمشي. كان الله يرحمه ويحسن لهم استاذ بشير محمود، يا سلام، استاذ محمد حامد، فهمتني؟ يعني الناس دي الاستاذ عثمان عمران، استاذ يعني دلوقتي انا لو حاذكرهم لك يعني نحن حنبي تخلي استاذ القهوه حتى تطول. نحن هسه في الفنجان الثالث ولا الرابع هسه. ايوه الميدل ديل خليهم، الميدل ديل وبالله الاستاذ نبراي وعبد الرحيم ويوسف واستاذ حمد نايدل واستاذ صالح حمدي واستاذ يعني علق، استاذ علق ديل الله يرحمه يعني يعني الله يرحمه ويحسن. استاذ حنيت الله بالمناسبه انا ديل ما درسوني، عارف استاذ عبد القادر الله، لكن انا كنت بسمع لانه اخواني واخواتي في اليونسكو. يعني بالمناسبه حديث كرن هو حديث مدينه كسلة وكل المدائن. والله انا الناس ديل ما درسوني، لكن بعرفهم من بعيد وسمعت بهم وبرضه يعني. فكرن بالمناسبه عشان كده لو بينت في واحده من اغانيهم. انا بالمناسبه دي يعني لاول مره نزيع هذا السر كويس. يعني الامين عبد اللطيف رحمه الله عليه طبعا، ولو من اذا جينا في الفن حدث ولا حرج طبعا بالضبط. منطلق الامين كان مدينه كرن، فالامين الله يرحمه قام غنى مره اغنيه كرن. كرنت عجيقه مدر ابوي واماتي كرنت كرن مدر مرانت وسبنت وحبن ليله والله انا كرنت عجي كرن رابطته. وبعدين قلت له الامين استاذ الامين اللي حلاينا ما انت قلت له
قال لي ليه قاعد تسألني؟ قلت له لأنه ما بتشبه شعرك القديم ده. والله العظيم قلت له كده. قال لي طيب بيني وبينك. قلت له تفضل، إلا حدايتنا يا محمود أحمد لو بينا التبيلي. الكلام ده في أسمرة طبعا أستاذ عبد القادر. بدري. أيوة في أسمرة بعد التحرير. كنت بعد التحرير. أيوة الكلام ده 95 96 97. أيوة. لمين ما جانا رحمة أيوة. الله عليه 94 كويس. فلما قال لي ده طبعا أنا ما أقدر أقول الأغنية دي بتاعت لو بينت تجاه هنا يعني. فبالمناسبة دي نقول، فلما تجي لمدينة كرن ودور التاريخي في البطولات والدور الوطني، يعني جبنات حتى يا أخي نحن حنشرب معاه الجبال. كثير البطولات. الله يرحمه ويحسن له شيخ مرانت، أستاذ مرانت الله يرحمه ويحسن له، يعني كان من السجون الثورة دي رفعها والسجن فيها، وآخر حتى انكرن آخر الهناية بتاعته يعني كان في السجن، خلوه طور سراويت في النص ومشوا يعني في الهناية. يعني الله يرحمه يعني فعلا. نحن مع الفنانين عجت حنا الله يرحمه، وعب عبد الله يعني أزي انتبه لك اللمين أول مرة في كرن جاء عشان زواج. أيوة فهمتني؟ زواج بتاعت السفير علي محمد صالح. أيوة زواج بتاع علي كويس. نعم. فيعني بيقولوا لك نحن هسه ما نعرف، نحن ما اتولدنا، لكن يعني بيقولوا لك يعني عبد الله أول فرقة بيشوفوا في كرن، فما ما تمتع بها كده فرقة وهنا. فهمتني؟ احنا مع شوية الله يرحمه عبد الله أيوة. ونحن حنتكلم عنهم هنا، ولو جينا كمان عن المعاهد يا دور كرن وازنتت والمعهد بتاعت الأضياء لا كرن دي بالمناسبة لا هي مش عشان الواحد بالصراحة، مش عشان الواحد مدينته ولا اتولد فيها. أنا شفت مدن كثيرة خصوصا فهمتني، يعني أنا باك جراوند بتاعتي ذاته من حرقيقه هو. نعم. لكن يعني بالنسبة لي أنا كرن يعني هي أريتريا هي بالصراحة. نعم. يعني لأنه زي ما ذكرت لك، لأنه كرن يعني أنت تخش في كرن ما بتشعر أنت مين أنت، ما في حد يقول لك زي ما قلت الكلمة الأولى يعني كرنينيتو. يعني الله يرحمه كميل في السودان من ضمن النكات بتاع هنا كميل. أيوة كميل طبعا شوية دربوشة كان لذيذ هو طبعا شوية هناك. ففي السودان لما جاء طبعا في السودان طبعا الشاهي يدوك لها نص طبعا. فشاهي بننتبه له، وفي شاهي بقول لك كوباية نسة اللي ميت انتبه له شاهيته بيله، اللي ميت فنت بيله سمع بيله كرن دينا كرن بيله يعني ملء العل كرن دينا بيله ميت اللي فن اللي بيله يعني كوباية صرت يبنيته بيله. لا أذكر الظريفين ده البسيط فيها. لا هم عندهم نكات كثير، كلهم نكات. بعدين طبعا يعني هي جيلية كرن ذاته تشتمه مرات يضحك فيك بتاعت كرن يعني. بالضبط هي جيلية تتوارث. هسه أنا ما حذكر أسامي يعني في أخونا كبير هنا موجود واحد من الثوار كانوا هناك ودمرير. لا كبير يعني من الأخوة كرنين الكبار يعني معروف حفيظ سعد الدين ربنا يديه الصحة والعافية. أيوة. فيوم واحد كده في القهوة شافني كده مع شوية جماعة بتونس كده. أيوة. فبيلني يا أخي عبد القادر بيلني أنت بيلني اللي قريب يتحدقوني بيلني اللي قريب يتحدقوني حفيظ تقربي اللي يكوني بيلكو يا أخي اللي أتونسهم اللي كلها بيلني قريب حدقو يا أخي أنت مش بيلكني بيلكو اللي هو تكرنت اللي حس أنت مش بيلكني بيلكو كر أبويا فلان بيلو نقول نعلموه ونحن أقول لكم علمناه وأنتم لازم تعلموا بكم بيلكني بيلكو كميت بكل ما جنيتان وش وتكرنت بيلكو أنا يعلمكم من قبل نقول علمت سنة وذيك أسنيو بيلين ما حيطلع وتكرن لو ما عنده صح فلا بد يعني. بعدين والله كان في نوع من التآخي والتعاون. أنا والله بعرف كذا جمعيات في السودان على وجه التحديد
يعني كان في الصندوق لدعم المساعدات وكده بتاع ناس كرن الموجودين في دول الخليج وغيرها. بالضبط. يعني كرني ده يعني سبحان الله، يعني انا دائما اقول وان كان يعني والله كان ممكن اريتريا دي تاخذ نموذج بتاع التعايش في دستورها وفي هناي من مدينه كرن. يعني مدينه كرن دي كانت تمثل دستور للتعايش والتآخي والتعاون هناك. انا مره ما حاذكر اسمه من ناس كرن هو، فلقيته رجل يعني زول ظريف وكده بتاع، فقلت له يا اخي فلان يا اخي ما نعمل معاك مقابله. قلت له مثل يا بيلين. ايوه مثل كما انت زول ظريف، مقابلتنا قدام مثلك كما قريبه لك الطايم عنكم قريبه لك. يعني والله أيوة. ضحكت أيوة. كل ما تذكرته كل ما شفته ميت الطايم عنكم قريبه. بالمناسبه غير زول كرم ما بيقول لك بالضبط. لا يعني ناس ظريفين يا اخي، مرحب. ناس فيهم ملوحه وفيهم لا ناس مرحمة، فهمتني؟ يعني ما عندهمش اللي بوم اللي يا اخي اللي مقلبه لاني مقلب لك اللي زي ايوه تحفظ تلقائيين توم. ايوه حلفه اللي يعني. نعم عبد القادر، انا سعدنا باجابتك الحلوه دي وزنجبيله كويس، لكن حيكون عندنا جلسه ثانيه معك، ويا ريت برضو تودع المستمعين وبرضو تسمح لنا نمشي عشان نلتقي بك في فنجان جبنه جايه، وقول اي كلام دار تقوله تودع به المستمعين. والله أول أشكرك شكرا جزيلا، لأنه جبت لي شوية ذكريات في الزمن اللي مقفولين فيه في بيوتنا. يعني الواحد ما قاعد يشوف حد يعني، ودي بالنسبة لي كانت جميلة كون أنه أنا يعني هنا، لأنه كان قاعد مع أخواني وفقدنا القعدة دي. ماشي بارك الله فيك أنه قعدنا أنا وأنت مع بعض عشان نتذكر دي، يعني حياة جميلة. وبشكر المستمعين، لأنه يعني نحن لو طلعنا يعني برا من الهنا، لأنه جبنة هي، والجبنة كله فيها يعني كله فيها. أيوة كله فيها الجبنة، فيها قصص وروايات والضحك نعم. ونشكركم لاستماعنا. الله يخليك. تعدنا يا عبد القادر نجيك مرة ثانية نشرب معك فنجان إن شاء الله. إن شاء الله، وإن شاء الله حنمشي نأخذكم في برضو تدينا سياحة، نطلع إلى لمبا، نطلع إلى جبالها ودعارقنا بصحكم كل أماكن إن شاء الله. وكمثل النقطة الأخيرة بس عشان أقول لك، كان عندنا من كل حتى من مبارك كان عندنا سودانيين، كان عندنا صوماليين، كان عندنا إيطاليين، أيوة. كانوا إيطاليين كانوا. فمن ضمن مشكلة الزيتونة العربي بتاعتنا، في واحد في الجرادين قال له للولد يبقى بيلي زيتونتها بالنبي له، فذاك سوداني هو على العربي ميكست، يا ولد بيلي خذ هذه الزيتونة قرددها بيلي اوعى تمشي تحت القوقة بيلي عشان ما ترقزك شوكت. فشكرا لك عبد القادر يعني. وعلى ذكر الزيتون أورو، يعني كان واحد بيصلي بالناس دائما يعني، وبيذكر آيات العذاب يعني الذين كفروا وبعدينك يعني المهم الآيات اللي فيها الوعيد يعني الوعيد يعني ففي واحد كده ما الحتة دي ما قادر تقع له، فبيقول يا أخي، وأنا أشك إنه يكون كرني الزول سألوا للشيخ، فقال له سمعنا، قال له سيدنا، قال له انت ميت يا اخي كل مرات يا اخي الهاكم التكاثر حتى زرتم النار وان الذين كفروا لهم عذاب اليم. يا اخي قال له سيدنا كلوا التين والزيتون قارين، انت قال له قال له كلوا التين والزيتون يلا، قال له اللغه قلنا، قال له. فبال بال 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 بالحكايه دي نخليكم ونودعكم المستمعون الكرام. كان معاكم اخونا العزيز عبد القادر عثمان جعفر، وشربنا معاه فنجان جبنة كرنية، وكنت معاكم في الحوار أخوكم أحمد شريف. ونشكر طبعا ناس الاستوديو في باريس، فتحي عثمان وأخونا بنيام سيمون. ولحد ما نلتقي في فنجان جبنة قادمة بنقول لكم ربنا يحفظكم، وإن شاء الله نلتقي في جلسة خير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية. اكتشاف مناطق تعدين غنية في غرب إريتريا. أفادت الأنباء الواردة من الداخل بأن شركة ألفا إكسبلوريشن، والتي قامت بعمليات تنقيب واستكشاف في منطقة كركشة في الجنوب الغربي لإريتريا، قد عثرت على مناطق غنية بالمعادن خاصة الذهب. وكانت الشركة الأسترالية قد بدأت في عام 2018 عمليات التنقيب في منطقة كركشة، والتي تبعد 55 كيلومترا جنوب غرب منطقة بش الغنية بالذهب. الجيش السوداني يتلف 300 ألف قطعة سلاح غير شرعي. أتلف الجيش السوداني في يوم الثلاثاء الماضي 300 ألف قطعة سلاح في إطار حملة لمصادرة الأسلحة غير الشرعية في البلاد بعد حرب أهلية استمرت عقودا من الزمان. أخيرا، العاصمة الفرنسية تشهد إطلاق كتاب إريتريا والشرعية السياسية. ينظم التجمع الإريتري في فرنسا يوم غد السبت 3 من الشهر الجاري حفل إطلاق كتاب فتح عثمان الأخير، والذي صدر في يناير الماضي تحت عنوان إريتريا والشرعية السياسية: التطور والتاريخ 1861-1952، مقال في التفسير السياسي، وذلك في مطعم الركن الأفريقي بضاحية سان دوني في باريس. استمعتم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى موجز لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. وقبل الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج فنجان جبنة والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم تحياتي زميلي الأستاذ أحمد شريف ومحدثكم فتح عثمان، وتقبلوا تحيات زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.